هلو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا عارفين ان كل واحد في الدنيا عنده لحظات كده ممكن نسميها لحظات حظه، بس في ناس بيبقى عندها تكنيك انها تعمل حظها او على الاقل تستغل لحظة الحظ دي حلوة قوي، او لما حظها يقرب تصطاده. النهارده اتكلم معاكم عن واحد من التكنيكس اللي انا استخدمتها اكتر من مرة وكانت نتائجه تحفه لحد السما. التكنيك ده انا قررت اسميه تكنيك بالمره. دي كانت البدايه اللي انا كنت ناويه ابتدي الفيديو بيها. لو ملاحظين الفيديو ده متصور في الصيف بقاله تقريبا شهر، وانا دلوقتي بأديت الفيديو عشان احطه بكره باذن الله على يوتيوب، وحاسه ان مش دي البدايه اللي المفروض ابتدي بيها الفيديو ده، فقررت اني اقول لكم البدايه بس من غير ما الغي اللي فات عشان يبقوا التو مايند سيتس موجودين قدامكم. فالبدايه الصح ان احنا دايما مأمورين بالسعي لكون والسعي نقطة. النتائج بقى ده شيء قدري جدا، اللي في قدرنا هنقابله مشينا ليه بمجهودنا او ربنا حطه في طريقنا، واللي مش قدرنا مهما بذلنا مجهود ان شاء الله تقدير المجهود ده عند ربنا، بس التزام التكنيك مش هو اللي هيوصلك. والتزام التكنيك مش بهدف الوصول، التزام التكنيك لان هي دي المعطيات او هي دي طرق السعي اللي احنا نقدر نسعى بيها. انا شاركت ده معاكم كتير قبل كده في فلوج لعبتي في المحلات، هحطه لكم فوق، ان انا قد ايه كنت بسعى ورا محل وفي الاخر نزلت في محلات تانية، وقد ايه هنا بسهوله وقد ايه هنا بصعوبه، وفي الاخر ده ما حصلش وده حصل. وعامه خليني اقول لكم برضو تسريب كده ما كنتش مقرراه وانا بصور الفيديو ده لاول مره، بس ده هيبقى اول فيديو في سلسله فيديوهات هشارككم فيها تكنيكس للسعي سنة 22 او في الوقت اللي احنا عايشين فيه ده. وكل تكنيكس اللي هشاركها معاكم في التوكس دي مش هتكون تكنيكس من كتب على قد ما هتكون تكنيكس من واقع خبرتي الشخصية، وانا اللي سميتها الاسماء اللي انا سميتها لها دي. فيلا بينا نبدأ باول تكنيك، وهو تكنيك بالمرة. تكنيك بالمرة ده ان لما يجيلك حاجة حلوة في حتة حاول انك تستغلها حلو على حتت كتير قوي او من نواحي كتير قوي، او انك تضرب بيها عصفورين بنفس الحجر. بقول لكم ايه، سيبكم من الكلام النظري وتعالوا احكي لكم حكايه. 2021 انا بعتبرها اكتر سنه فرقت جدا في حياتي وفي شغلي. جه في شهر 8 كده حصل حوار بحكي لكم عليه بعدين. المهم من بعدها بقت تقريبا كل يوم قناتين 3 4 يكلموني تعالي نعمل معاكي انترفيوز، جريدتين 3 4 يكلموني عايزين نعمل عنك مقال، مش عارفه مين عايزين نعمل عنك ريبورت. المهم في يوم من الايام كنت رايحه ماسبيرو عشان عندي انترفيو، فانا شايله شنطتي فيها العابي ورايحه ماسبيرو. عملت الانترفيو عشان انا عندي تكنيك اسمه بالمره. كنت مستعيره كتب من مكتبه مصر العامه، طبعا مش قريبين من بعض، بس انا قررت ان انا هروح الدقي بعد الانترفيو عشان ارجع الكتب اللي كنت مستعيراها من مكتبه مصر العامه. في الوقت ده لعبتي اصنع صديقك المفضل كان بقالها بالظبط شهر او شهر ونص موجوده، وكان واحد من احلامي اني ابقى بعمل بيها ورش، لان هي اصلا لما بدات عشان كورونا كانت موجوده وانا كنت عايزه اعمل ورش للاطفال. فقلت خلاص انا هعمل بوكس فيه محتويات الورشه ابعته للناس على البيت واقدم المحتوى التعليمي على يوتيوب. فلما الدنيا الحمد لله بدات تفتح شويه، الوقت ده كان شهر 8 2021، قلت انا عايزه بقى ارجع اعمل ورش بيها. مكتبه مصر العامه انا بروحها من زمان وبحبها قوي، وانا عندي دايما حته ان الحاجه اللي انا كنت بروحها وانا صغيره نفسي لما اكبر ابقى بعمل فيها حاجه، فكان نفسي اعمل ورش في مكتبه مصر العامه. ولما رحت عشان ارجع الكتب بعد الانترفيو كان في زحمه او طابور كده على القسم بتاع الاستعاره وترجيع الكتب والكلام ده، فانا معايا الالعاب. فقلت طيب ما انا اشوف مسؤول قسم انشطه الاطفال واعرض عليه نعمل ورش باصنع صديقك المفضل في مكتبه مصر. المهم سالت عليها لقيتها مش موجوده، بس كان موجوده رئيستها او البوس بتاعتها، ست بقى ايه، لطيفه 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 لطيفه. شوفوا بتعرفوا تعدوا لحد كام لطيفه. قابلتها وريتها اللعبه، كانت مبسوطه قوي. الحمد لله ان انا كان معايا اللعبه ببعت الانترفيو، اصلا هي دي حته بالمره. قالت لي بقول لك ايه، احنا كده كده ان شاء الله نكون مع بعض في الورش، وانا هرشح الموضوع ده لمسؤوله الانشطه، وادتني رقمها او اديتها رقمي مش فاكره. وبعدين بقى حصلت حاجه لذ بكتير. قالت لي بصي احنا عندنا ايفنت اسمه قاده الطفوله المبكره، معمول اصلا اللي بيشتغلوا مع الاطفال اللي عندهم حضانات والمدرسين والاولياء الامور وكده. هنكون بنعرض اكتر من طريقه او اكتر من تكنيك لتنميه مهارات الاطفال في مرحله الطفوله المبكره على اكتر من صعيد. ايه رايك تيجي تعرضي لعبتك وتتكلمي عن تنميه مهارات الاطفال من الناحيه الفنيه او الناحيه الفنيه باللعب يعني. رحت وتعرفت على ناس يعني
كنوز بعتبرهم كده، وبعت العاب وماركت للعبتي. وبعدين جه بقى وقت الاتفاق على الورشه. انا بشتغل لوحدي زي ما انتم عارفين، ولو رجعتوا للوقت ده هتلاقوني كنت مسحوله جدا اني بحاول اعرض اللعبه في محلات وبعمل الالعاب لوحدي وبتاع، فنمت شويه على موضوع الورشه ده. وكان الفترة دي كلها لسه موضوع الناس اللي عايزة تعمل معايا انترفيوز شغال والكلام ده، لحد ما كلموني مؤسسة الساحة كلموني الساحة عايزين يعملوا تقرير عن اصنع صديقك المفضل وعني والكلام ده. ولو عارفين الساحة يعني من اكتر الناس اللي بيعملوا تقارير تحفة. الساحة كانوا عايزين ان احنا نعمل الفيديو يكون مرة انترفيو معايا ومرة اطفال بيستخدموا اللعبة. فانا بقى عشان عندي حتة بالمرة قلت بصي، احنا هنروح مكتبة مصر العامة نقول لهم ايه الاخبار يا جماعة، هنعمل ورشة امتى، ونحدد ميعاد الورشة لو امكن يوم 20/11/21 عشان ده اليوم العالمي للطفل. عامة 20/11 هو اليوم العالمي للطفل. وبعدين نستأذنهم ان احنا نجيب الساحة في اليوم ده يصوروا. وقد كان ان اول ورشة عملتها في حياتي صوروها الساحة. عمري في حياتي ما كنت هدوكيومنت ورشة انا اللي بعملها، وانا اصلا ببقى لوحدي وبطولي، زي ما الساحة دوكيومنت واي حاجة ليا. انا الفيديو بتاع الساحة ده لحد النهاردة بعمل بيه شغل، يعني لحد النهاردة ببعته للناس يفهموا انا ورشتي بتمشي ازاي، اللعبة بتستخدم ازاي، شوفوا اطفال بيتكلموا عنها. هحط لكم اللينك بتاعهم تحت في الديسكريبشن. ده بالنسبة لي تكنيك بالمرة، انه حاول ان الحاجة الواحدة تطلع منها اكتر من حاجه. اتفقت اصلا في مكتبه مصر العامه كمان مع من الايفنت بتاع الكبار ده على ناس تانية نعمل معاهم انشطه تانية، بس لان برضو بشتغل لسه لوحدي فانا بطيئه قوي عقبال ما بعمل كل حاجه. للاسف في حاجه منهم خسرتها بسبب بطئي ده. انا رجعت لهم مثلا بعد 7 شهور، قلت لهم اكتر من 7 شهور والله، بعد كتير قوي قلت لهم يلا بينا، فقالوا لي بصي احنا ظبطنا السمر كامب، تعالي بقى ايه نبقى نعمل بعدين. فلا، دي حاجه وحشه ما تعملوهاش، ان انتوا تتبطئوا في الحاجات او ما تستغلوش الفرص والحاجة ايه سخنة كده يعني. تاني حاجة عملتها برضو تحت فكرة بالمرة ان مين اكتر حد ممكن يماركت لحاجة. في تكنيك في الماركتينج اسمه word of mouth، اللي هو ان الناس تبقى بتتكلم عن الحاجات. اكيد الناس اللي عندهم تجربة ايجابية مع الموضوع ده. اصنع صديقك المفضل نزلت اول مرة خالص في شهر 5/2020 بشكل مختلف تماما عن اللي هي موجودة بيه دلوقتي. فنزلت بشكل بسيط وكتكوت ومش عارفة ايه، وقلت اشوف الناس تبقى متحمسة للموضوع ولا لا. وبعدين لما لقيت الناس متحمسة للموضوع بقى نزلت تاني شهر 7/2021 بالشكل اللي انتوا شايفينه دلوقتي. دي قصة ممكن نتكلم عنها برضو بعدين. في بقى ناس اشترت اصنع صديقك المفضل بالشكل الاولاني، وعلى فكرة عددهم ما شاء الله كبير. هم دول اللي شجعوني ان انا اعمل بقى اصلا اللعبه بشكلها الحالي. كلمتهم كلهم فون كولز، خدت منهم فيدباك عشان احسن الموضوع. وقتها هم ما ادونيش تحسينات قوي، الحمد لله الموضوع كان كويس يعني، بس غير ان هم قالوا لي بقى ابعاد اللعبه ايه. ما كنتش قبل كده فاهمه العلاقه ما بينها وبين تنميه المهارات والثيرابي والكلام ده. انا كنت فاكراها حاجه بتساعد على الديزايننج وخلاص. فلا، عرفوني بقى الموضوع كبير لحد فين. وكمان اقترحوا عليا ان انا اعمل منها سنجل وجروب، لان هي قبل كده كانت سنجل بس، فلو حد عنده 3 اطفال هيشتري له 3 العاب. فدلوقتي بقى في منها جروب بتكفي 3 على طول ويقدروا يعملوا 3 عرايس، وطبعا قابلين للفك والتركيب اكتر من مره. فرحت مش فاكره امتى بالظبط، تقريبا قبل العيد الصغير بتاع 2022، بعت لهم شكرتهم على دعمهم، حكيت لهم اللعبه لحد دلوقتي وصلت لفين، وان احنا دخلنا مسابقات، وان احنا خدنا دعم اكتر من مره، وان احنا بعتنا بره مصر وقصص كده. قلت لهم ان هم هيبقى ليهم برومو كود لما يجيبوا اللعبه تاني، وجابوا اللعبه تاني في منهم كذا حد طلب اللعبه تاني بالبرومو كود. البرومو كود ده بيدي خصم نسبه 100% لو حد عايز يجيبها تاني. فده برضه تكنيك بالمره. ممكن ابقى احكي لكم يعني افكار لحد ما نموت في موضوع بالمره ده. متاكده ان انتوا كلكم بتعملوه كل يوم، بس ممكن ما تكونوش مسمينه. لما باجي اعمل ورش بره الاستوديو بتاعي، او مش انا اللي منظماها، فبيبقى في جهه هي اللي بتستقبل الورشه وهي اللي بتنظمها وهي اللي بتتواصل مع اهالي الاولاد بيجوا يحضروا الورشه، وسواء معاها جلسه حكي او معاها ايا كان ويروحوا. فبقيت اعمل حاجه لذيذه قوي، بعمل لهم يعني زي كيس كده يحطوا فيه العروسه وهم ماشيين. الكيس ده بقى بحط فيه قصه الفتاه وراء هذه اللعبه، واكشلي دي مسج للولاد. واتكلمت قبل كده ان هي انسبايرد اصلا باي فيدباك كانت اديته على اللعبه. قالت ليه مهم ان احنا نجيب لاولادنا العاب مصريه، علشان هم لما يشوفوا
منتج زي ده شبه الحاجات اللي بنجيبها من بره بنفس الكواليتي، بس اللي عمله حد شبهنا، ده بيحسسه ان هو كمان قادر على المنافسه، وان هو كمان في يوم من الايام يقدر يعمل ده. وخصوصا ان هم غالبا في المدارس all in English، كل حاجه مستورده، فده بيحسسهم شويه بان هم في ليفل سيكا. فلما نوريهم لا، ان في ناس في نفس ظروفكم وعملت حاجات لطيفه ومش عارفه ايه، فانتوا كمان قادرين على ده. فده اصلا بقيت بكتبه، ببقى كاتبه فيها القصه بتاعتي بشكل ان هي to inspire them، يعني تلهمهم. فبقيت احطها في الظرف ده وفي الكيس ده عشان الاهالي يعرفوا انا مين، وبحط لهم كونتاكتس بتاعتي، وبحط لهم كمان عشان يعرفوا عن اللعبه. فكنت حابه ان انا الفت نظركم او احكي لكم عن قصه بالمره. طيب، وانا بقيت برضو اكتشفت ان انا عماله اتكلم عن الحاجات الحلوه اللي انا عملتها في استخدام تكنيك بالمره، واكتشفت ان انا عندي بقى حاجة كبيرة قوي 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 ما كنتش بستخدم فيها تكنيك بالمرة، وهي قناتي على يوتيوب. انا ادركت ده متأخر جدا، انه احنا دايما عايزين ناس تساعدنا بس احنا مش بنساعد نفسنا. يعني انا مثلا الفيديو ده رقم 60 عندي على القناة، لمدة 57 فيديو نزلتهم ما كنتش انا نفسي بساعد نفسي او بستخدم تكنيك بالمرة علشان اماركت لنفسي. ما كنتش باخد مقتطفات من الفيديوهات دي احطها على اي بلاتفورم تاني. ما كنتش بعمل حاجة تقريبا، انا برمي الفيديو وبمشي. وكتير قوي مثلا هتلاقي مش بستخدم في ناس مش بتستخدم thumbnail attractive، مش بتسيرش على اسم attractive للفيديو او على الكيوردز الاتراكتيف ان هي تستخدمها للفيديو. في تاجز كده بتكون في الفيديو عشان توصلها للناس. اللينكس في الديسكريبشن، انا قعدت كذا سنة اللينكس بتاعتي في الديسكريبشن لينك انستجرام غلط اصلا، فالناس كانت بتخش على اكونت تاني. ده تكنيك للسعي يندرج تحت بالمره. طب انت عملتي اوريدي فيديو صورتيه وتعبتي جدا عليه، ما تاخدي منه مقتطفات تحطيها على انستجرام، تحطيها على فيسبوك، تحطيها على تيك توك، علشان الناس تدخل تشوف فيديو مدته 48 دقيقه لازم تبقى متشوقه للفيديو ده زي الفيديو الاخير مثلا. فده برضو تكنيك بالمره انا ما كنتش بستخدمه لمساعده نفسي. يمكن في 2 فيديوز او 3 فيديوز تقريبا دول بس اللي انا يعني يا اما اخدت منهم مقتطفات حطيتها على بلاتفورمز تانية، يا اما وانا بصور لهم صورت حاجات بالطول عشان احطها على انستجرام وتيك توك وفيسبوك تجيب مشاهدات للفيديوز وتخلي ناس متحمسه انها تشوف الفيديوز. كتير قوي 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 وانا بشتغل بيبقى عندي حاجات وتجارب very interesting للناس، وانا متاكده ان ده لو اتحط في اي بلاتفورم الناس هتبقى متحمسه جدا للموضوع. ما كنتش بفلوج ده، ما كنتش بصوره. فانا دلوقتي ادركت قيمه الموضوع ده جدا، عشان كده بقيت مهتمه قوي 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 بالتصوير. انا دايما شايفه ان احنا في وقت، وده ممكن يبقى اوف توبيك شويه، بس انا دايما شايفه ان احنا في وقت عندنا ميزه كبيره قوي، ان انت عندك فرصه انك تعبر عن نفسك من غير ما حد ياخد كلامك ويحطه في القالب اللي هو عايزه ويطلعه للناس. انت منك للناس بتقدر تعبر عن نفسك. فانا شايفه ان دي ميزه كبيره جدا لازم كلنا نستخدمها. فانا بقول بقى ان الاوان نعمل سبسكرايب لو مش عاملين، ندوس على الجرس لو مش دايسين، علشان بالفيديو ده انا كده بقالي 4 اسابيع ملتزمه بتنزيل فيديو كل اسبوع لو ملاحظين. عشان الويف دي فيديوهاتها مهمة قوي قوي، سواء توتوريالز او فلوجز او توكس، وبتمس حياتنا وبتمسنا احنا كبني ادمين حتى قبل كارتست. فاتاكدوا ان انتوا دايسين على الجرس ومختارين كلمه اول عشان توصل لكم كل الفيديوهات الجايه، سواء في السلسله دي او اي فيديوهات تانية جايه. انا كل فيديوهاتي حلوه جدا ما شاء الله. اتمنى ان الفيديو كان مفيد. اشوفكم في فيديوهات جايه. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم اعملوا له لايك، وخدوا لفه في القناه لو حبيتوها اعملوا سبسكرايب، ولو عايزين تكتبوا اي حاجه في الكومنتس اكتبوها. بس اهم حاجه ما تنسوش تكونوا مبسوطين وتبنوا العالم حاجات حلوه اكبر منكم بكتير. سلام.